السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ في اي حاجة نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. لو اول بقى مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله يوصلك اشعار بيه. اتمنى بقى تحطي لي اللايك بتاعك الجميل وتشوفي الفيديو للاخر، هيعجبك جدا. طاقة ايجابية، غسيل سجاد وغسيل مواعين، والنهارده معانا ميزانية حلوة جدا 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 هتفيدك قوي. يلا بينا. اول حاجة كده حطينا الفطار، وحطينا طبعا يعني جزء من البروتين وجزء من البطاطس المحمره والحاجات زي كده. ده الفطار المصري الاصيل، وجرجير بقى لازم حاجه خضرا جنب الاكل. وبعد ما فطرنا عملنا احلى فنجان قهوه ممكن تشربيه بقى بجد. يعني عايزه اقول لك فنجان القهوه ده بيغير اليوم كده وبيخليه فيه طاقه ايجابيه. ويا جماعه فنجان واحد في اليوم مش هيأثر ولا هيعمل اي حاجه خالص. طبعا بقى انتي وراحتك، في ناس بتحب القهوه وفي ناس بتحب حاجه تانية. طيب بعد كده بقى، بعد ما فطرنا وشربنا قهوتنا، نزلنا نشوف البط والفراخ بتوعنا. طيب دي ايه يا ساره؟ دي فراخ ساسو مع بط ابيض بكيمي، البط اللي هو العادي. تمام، مش بلدي خالص بس هو اكتره اسمر يعني. هنا بقى حطيت الساسو مع البط لان ما كانش عندي مكان. طبعا لو في مكان كنت هقسم لده مكان وده مكان عادي، عشان برضو الفراخ ما تتأثرش بالبط. بس هو مش فيهم ضرر، فاهمين يعني؟ هم طول ما هم في سن صغير مش في ضرر لا على الفراخ ولا على البط. بسيبهم لمدة 15 يوم وبعد كده بفصلهم عادي، مفيش اي مشكلة. وخدتكم كده بقى في السريع، ده كان غدانا النهارده علشان عندنا ميزانيه حلوه جدا وهتعجبك ان شاء الله. عملنا محشي وباميه وملوخيه، وكنت عازمه اخويا على الغدا وعملت فراخ برضو. ان شاء الله بقى فيديو الغدا ده هينزل لكم في الفيديو اللي جاي بالتفاصيل والباميه والمحشي وكل حاجه ان شاء الله. بس علشان النهارده كان مطلوب مني ميزانيه حلوه وقلت منكم هتستفيدوا يعني، واقولها لكم بالمره. السلام عليكم حبيبتي، بتقولي السلام عليكم، ازيك يا سوسو عامله ايه؟ النهارده كان عندي كده مشكله صغيره، وهي الميزانيه، ان المصروف مش بيكفي واحنا في بيت عيله. احنا 3 سلايف ويعني كل واحده جوزها موظف. بس المرتب صغير خالص لان هو شغال في شركه على قدها، وهو المرتب 6000 جنيه. انا حبيت ابعت لك المشكله على الرقم اللي على لمحه على الخاص، ويا ريت تردي عليا في اسرع وقت. انا عايزه بس ميزانيه اظبط فيها الشهر، لان المصروف بيخلص من اول 15 يوم في الشهر، وبعدين بيحصل مشاكل جامده في البيت، وانا مش عارفه اتعامل ازاي مع الميزانيه. مع العلم ان احنا معانا طفلين، واحده في المدرسه والتانية لسه ما دخلتش دراسه خالص. ويا ريت تفيديني، بحبك في الله، وشكرا ان انت سمعت الرساله، واسفه على الاطاله. حبيبه قلبي مفيش اسف ما بينا. يلا بينا نرد على الميزانيه بتاعتك عشان يا رب بس الفيديو يكفي الميزانيه. طيب 6000 في الشهر، وهي بتدفع هنا 600 جنيه، كاتبه بتدفع 600 جنيه ميه وكهرباء. بس انا يعني بقيت يعني اقرا نص الرساله عشان ما اطولش عليكم يعني. طيب يلا بينا. مع العلم ان هي طبعا مش محتاجه غير انها تطلع 600 جنيه ميه وكهرباء، وهي عايشه في بيت ملك يعني مش ايجار. فان شاء الله افيدك باذن الله في الفيديو ده. اول حاجه هنطلع من 6000 جنيه، هنطلع 600 جنيه، هيتبقى 5400 جنيه. هناخد 2000 جنيه، هناخد 2000 جنيه من 5400 جنيه. هنشيل 400 على جنب، معانا 5000 جنيه. هناخد 2000 من 5000، 2000 هنعمل بيهم لحوم، هنعمل بيهم لحوم. مع انكم 4 افراد، طفلين صغيرين وانتي، يبقى 2000 جنيه حلو جدا. طبعا بقى قسميهم زي ما انت عايزه، ممكن تجيبي 4 فراخ في الشهر ب 600 جنيه، وممكن تجيبي اللحمه. ممكن لو انت بتاكلي اللحمه اللي هي المستورده اللي العالم كله بياكلها، واحنا من ضمن المفروم اللي انت بتروحي تجيبيها من عند الجزار وتفرميها وانت واقفه، دي الكيلو فيها تقريبا الوقت حاليا ب 300 جنيه او ب 280 جنيه. دي هتوفر معاكي جامد. ممكن تجيبي مثلا كيلو، وتعملي الكيلو 4/4 مفروم، مره مكرونه مره صينيه جلاش، والنص التاني تعمليه كفته او تعمليه اي حاجه انت بتحبيها عشان يكفي. يعني لما تجيبي كيلو لحمه مفروم تقسمي ربعين، ربع صينيه مكرونه وربع صينيه جلاش، او اي نوع انت بتحبيه بقى من المفروم، والنص التاني تعمليه كفته على بعضه. طيب وممكن برضو نجيب سمك يعني مثلا نجيب اكلتين او 3 سمك في الشهر. ممكن نجيب 3 مرات سمك او مرتين على حسب ما انت بتحبي او بتفضلي. طيب ال4 فراخ، لو الفرخه في حدود 150، يبقى ال4 فراخ ب600 جنيه. وممكن نجيب بال400 الباقيين سمك. لو جبتي مثلا البولت دلوقتي ب80 وب90 وب100، وفي كمان ب75. ممكن تجيبي مثلا 2 كيلو بولتي كل ب100 لوحده، يعني 2 كيلو بولتي كل ب100 لوحده.
وتجيبي مثلا ب100 بوري، ب100 اي نوع سمك انت بتحبيه. انا مش عارفه انت ساكنه فين بالظبط وعندكم انواع السمك، بس انت ممكن تطلعي 400 سمك، 400 على ال600 بتوع الفراخ ادي 1000، باقي معاكي 1000 تاني. ممكن نجيب بيه 3 كيلو لحمه او 2 كيلو لحمه نحط منهم مفروم، ممكن نجيب بانيه. يعني ال2000 جنيه معاكي طلعيهم كده على جنب، بدل انت من محبين يعني الحاجات، اللحمه مع الخضار والحاجات دي، فانت قسمي ال2000 جنيه زي ما انت عايزه بيهم، هاتي بيهم ما تشائي، واعملي ال2000 جنيه دول ما تطلعيش غيرهم من الميزانيه لفلوس اللحمه. يعني هما ال2000 جنيه دول هما 2000 جنيه، ما تزوديش عليهم. تمام تمام. باقي معانا كام؟ باقي معانا 3000 جنيه غير ال400 جنيه، خليكم فاكرين. 1000 جنيه هنقسمه، 1000 جنيه هنقسمه في الشهر، 1000 جنيه هنقسمه على مدار الأسابيع. كل أسبوع هننزل مرة السوق نجيب خضار بس، عشان بس محدش يرجع يقول لي في الكومنتات يا سارة 200 جنيه هي 1000 جنيه يعني مثلا قولي 250 في الأسبوع. انا هنا بتكلم على الخضار بس. ممكن انت تجيبي 2 كيلو طماطم او 3 كيلو طماطم في الاسبوع. ممكن تجيبي 3 كيلو طماطم في الاسبوع. ممكن تجيبي كيلو بطاطس، كيلو ونص بطاطس، حسب عدد افراد الاسره. وانت بتقولي الطفلين صغيرين ويعني ما بيحبوش ياكلوا مثلا الرز والخضار والحاجات دي قوي. يعني يعتبر انت وجوزك الاكتر ناس هتاكلوا مثلا من الرز والخضار والحاجات دي. ممكن بقى انتي لو عايزة يوم مثلا تعملي محشي، ممكن تجيبي كيلو بتنجان، او مثلا ممكن تجيبي نص كوسة ونص بتنجان وربع ورق عنب، وتعملي حلة محشي محترمة مع الفراخ اللي احنا جايبينها مع الشهر. كذلك بقى يعني انتي تقسمي ال250، انا بقول خضار بس، يعني ال250 هنروح نجيب بيهم بطاطس وطماطم وفلفل وبتنجان وبصل وهنيجي، علشان يعني بس تخليكم مركزين في الميزانية. طيب باقي معانا كام من ال5000؟ باقي معانا 2000. 1000 هناخده رز ومكرونة وشعرية، رز ومكرونه وشعريه ومرقه دجاج وبهارات معايا. يعني كل بقى النواشف اللي انت حابه تجيبيها. رز، هي بتقول برضو ان هي بتشتري رز من العربيه، وساعات بتشتري بالاسبوع، فده بيوفر عليها. تمام. انت ممكن تجيبي بال1000 جنيه ده البقوليات كلها، زي الفاصوليا زي الحمص زي الرز، وهاتي على قدك، ما تبصيش لازم الحاجه تقعد عندك في الظرف وتسوس وما بتستعملهاش. هاتي على قد استخدامك، ده مش عيب ولا حرام خالص. المهم ان المصروف يكفينا الشهر وخلاص. طيب ال1000 جنيه هيجيبوا معاكي حاجات محترمة من منظفات، يعني وزعيه بقى. مثلا ممكن تجيبي 4/4، شوف بقى انت بتاكلي الفاصوليا لوبيا حمص عدس بجبة عدس اصفر، شوفي انت بتحبي ايه وهاتيه. تمام. ال1000 جنيه هتطلعي منه رز وشعرية وبقوليات، وهنطلع منه المنظفات والإريال. تمام. هنطلع منه المنظفات والإريال. ممكن نجيب الإريال، ممكن نجيب مثلا لو ب50 جنيه إريال في الأسبوع، يعني ب5 غسلات. لو انت غسالة اوتوماتيك الكيس من ابو10 جنيه. تمام اهو. يعني بصوا والله كاتباها لك في الورقه، انا من ساعه ما قراتها على الواتس وانا كتبتها لك في ورقه، ويا رب الميزانيه تعجبك. يبقى بقى طلعنا اللحمة والخضار والبقوليات والمنظفات. باقي معانا 1000 جنيه. ال1000 جنيه دوت هنطلع منه، طبعا احنا معانا 400 جنيه على جنب، ما ننساهمش. هنطلع من ال1000 جنيه المتبقي معانا، هنطلع منه 300 جنيه نشيلهم على ال400 اللي هناك، يبقى معانا 700 جنيه طوارئ. 700 جنيه طوارئ لا قدر الله حصل أي حاجة، يبقى احنا معانا 700 جنيه نقدر نعمل بيهم أي حاجة احنا عايزينها. أو لا قدر الله حد تعب، حد جه ظروف فجأة، يبقى معانا برضو بيتنا مستور. طيب باقي هناك لما احنا خدنا 200 على ال400، باقي معانا 800 جنيه. 800 جنيه دول بقى هاتي بيهم كما تشائي. عايزة تجيبي بيهم تنظيف بشرة، تزودي بيهم قطعة حاجة في البيت، تجيبي بيهم اي حاجة ناقصاكي. انا ما قلتش حاجة في الميزانية ومش فاكراها، عايزة اجيب بيهم فاكهة ترفيه، عايزة تجيبي بيهم أي حاجة أنتِ حرة. بس أنا بافضّل نحطّهم في مالية تلاجة. مالية تلاجة يعني إيه يا سارة؟ معانا 800 جنيه غير ال700 جنيه. مالية تلاجة إن أنا هاجيب جبن، هاجيب طبقين بيض، الطبق دلوقتي البيض ب120 جنيه، أجيب طبقين بيض، أجيب جبنة أي نوع جبنة أنا باحبه، أجيب مربى، أجيب حلاوة، أجيب كل الحاجات اللي بتفضل بتتحط في التلاجة ولا غنى عنها عشان الولاد والساندوتشات. أجيب أي نوع جبنة باحبه، أجيب بيض، أجيب لبن. يعني روقي على نفسك بال800 جنيه. ال800 جنيه والله فيهم بركة كبيرة جدا. لو جبت برطمان مربى، علبة حلاوة، برطمان جبنة أو جيركن جبنة زي ما انتي بتحبي، طبقين بيض، كل الكلام ده هيوفر معاكي. ازازة حاجة ساقعة تحطها في التلاجة، الجو حر، تجيبي فاكهة منهم اللي انتي عايزاه على قد ايدك. مشي انتوا 4 أفراد وتقدري تعملي كل ده.
معاكي ال700 جنيه احتاجناهم، ما احتاجناهمش لو عايزة تجددي أي حاجة في البيت هتحطي ال700 على جنب، لما تكملي حق الحاجة دي عايزة تجيبي تهتمي ببشرتك بشعرك برضو ما نسن مش ناسينك خالص، حصل أي طوارئ سباكة عطل في البيت لا قدر الله يبقى انت معاكي بزيادة. يا رب أكون فدتك في الميزانية النهاردة ويا رب تكون عجبتكم. النهاردة بقى عايزة أقول لكم روتين جامد جدا جدا في البيت. غسلنا السجاد كله عشان العيد، كل سنة وانتم طيبين. السجادة دي كنت غسلاها في العيد الصغير وكنت دايما بفرشها وبحط عليها الحافظة علشان كده نضيفة. هنا بقى كنت بشطفها، كنت خلاص غسلناها وكنت هنا بشطفها بالمية، او مش فاكرة كنت لسه بحط مية عشان نغسلها والله ما فاكرة. وهنا كنت غسلت السجاد للعيد بقى. كل سنة وانتم طيبين. ومسكت سجاد المطبخ. واي ميزانية عايزة تكتبيها اكتبها لي تحت في الكومنت وان شاء الله هرد عليكي في اسرع وقت. حابة ما تكتبيش الميزانية، عندك مشكلة، عندك اي حاجة عايزة نحلها اكتبها لي على لمحة.